ان لو فكرنا بمنهجيه منطقيه وعقلانيه هنلاقي ان الخنزير هو حيوان مثل زي اي حيوان، مثل البقر والغنم والمعيز وكل الحيوانات دي. فحضرتك ربنا خلق حاجه وندم بعد ما خلقها وقال لك ايه ده، معلش انا اسف اصل انا غلطت وخلقت الخنزير، فعلا سوري يا جماعه، بس ما حدش ياكل منه عشان ده فيه بكتيريا وفيه وحش. السلام على الذكاء، ولا هات طشت يا ابني حطه تحتك عشان خاطر الذكاء اللي بينزل منك ما يضيعش على الارض. ان لو فكرنا بمنهجيه منطقيه وعقلانيه هنلاقي ان الخنزير هو حيوان مثل زي اي حيوان، مثل البقر والغنم والمعيز وكل الحيوانات دي. فحضرتك ربنا خلق حاجه وندم بعد ما خلقها وقال لك ايه ده، معلش انا اسف اصل انا غلطت وخلقت الخنزير، فعلا سوري يا جماعه، بس ما حدش ياكل منه عشان ده فيه بكتيريا وفيه وحش. او لحم خنزير. طب ماذا تعني لحم؟ لحم حضرتك جاي من اللحمة، يعني تعمل لحمة مع الآخرين واتصال معهم، ولكن خنزير. يعني ايه خنزير؟ خنزر نظر بمؤخرة عينيه، يعني حضرتك تعمل لحمة مع الناس بس عن طريق الخيانة. يلا نعم